السلام عليكم، اهلا بكم في قناة تحليلاتكم. النادي الاهلي يا جماعة من اجل تدعيم صفوفه الدفاعية وبالتحديد مركز قلب الدفاع بدال التعبان ياسر ابراهيم والمتفزلك رامي ربيعة، النادي الاهلي النهاردة هيضم صفقة قوية جدا. سوبر صخرة في الدفاع، يعتبر طوله 181 سنتي، صغير في السن، لسه حاليا عنده 25 سنة وبيلعب مع نادي طبعا غزل المحلة اللي هو عمرو الجزار. عمرو الجزار يا جماعة مش هيكلف خزينة النادي الأهلي إلا مبالغ قليلة جدا. هو لسه ليه موسم فاضل مع نادي غزل المحلة، ولكن النادي الأهلي تدخل وتفاوض رسميا بشكل رسمي، ومدير التعاقدات في النادي الأهلي تواصل مع إدارة نادي غزل المحلة من أجل انضمام عمرو الجزار لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي اللي احنا فيه، من أجل طبعا تدعيم صفوف الدفاع وصفوف خط الدفاع طبعا وصفوف الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية. النادي الأهلي هيدفع الشرط الجزائي في عقد عمرو الجزار مع نادي غزل المحلة، ويضم اللي هو كام من الشرط الجزائي 12 مليون جنيه، يعني مبلغ قليل جدا. لاعب زي ما قلنا يا جماعة مؤدي بشكل ممتاز فوق الممتاز طبعا مع نادي غزل المحلة حاليا. لاعب كبير طويل في السن، طويل يعني طويل في العمر يعني طويل يعني لاعب طويل يا جماعة، عنده ارتكاز، بيطلع بكرة سلسة من الدفاع لخط الوسط والهجوم، احيانا في ضربات الركنية بيجيد العاب الهوا، يعني ممكن يسجل هدف هدفين، يعني زي ما كنا بنشوف مثلا بداية ايامه اللي هو طبعا رامي ربيعة لما فضل يسجل لنا اكتر من مرة في ضربات الركنية اهداف. خلينا نقول لكم ان الصفقة بنسبة 99% تمت شفويا، يعني شفهية، ولكن كتوقيع على العقود الرسمية لسه ما تمتش، وننتظر طبعا. اللاعب ما عندوش مشكلة ان هو ينضم للنادي الاهلي، وابدى موافقته على ان هو يلعب مع النادي الاهلي، ولكن يتبقى موافقة رسمية من نادي طبعا غزل المحلة اللي هو لسه عقده ممتد معاهم لحد موسم تاني. ده يا جماعة باختصار كل ما يخص الصفقة الجديدة قلب الدفاع وصخرة الدفاع للنادي الأهلي. في النهاية ما تنسوش الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على إشعارات الكل. كان معكم قناة تحليلاتكم، سلام عليكم.